لو كلب عضك ما تترعبش، ما تخافش، ما تقولش خلاص انا هموت ده انا هيجي لي سعار، لا، اقف وافتكر الدكتور شريف كان قايل لك ايه. انا كنت سامع الحلقه بتاعته المره اللي فاتت وهو بيتكلم عن فيروس السعار وازاي بيوصل للمخ وازاي بيعمل اعراض. لا بقى، ده انا اسيب العضه دلوقتي واروح اسمع الحلقه الثانيه اللي كان بيقول لي فيها اتصرف ازاي لو حيوان عضني. لا، ما تجيش. قبل ما تيجي تسمع الحلقه الثانيه لازم تروح تغسل الجرح كويس جدا بالميه والصابون، ربع ساعه كامله بتغسل الجرح. ليه بقى؟ ليه اهم خطوه في العضه او في معظم الجروح ان احنا نغسل الجرح كويس جدا. في حاجه اسمها فيرال لود او البكتيريا لود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كميه الفيروس او البكتيريا اللي محتاجها الجسم عشان يصاب بالمرض. يعني بشكل مبسط، ليه مثلا محتاجين ملايين الحيوانات المنويه عشان واحد بس منهم يوصل ويلقح البويضه؟ عشان في كتير جدا بيموت في الطريق. محتاجين ملايين الحيوانات المنويه عشان واحد منهم يوصل. هو ده اللود اللي بقول لكم عليه. محتاجين كم كبير من الفيروسات يدخل الجرح عشان واحد منهم يوصل ويجيب لنا المرض. فالغسيل كويس بالميه والصابون بيقلل اللود ده، بيقلل الكميه دي، فبالتالي فرصه ان واحد يوصل او عدد يوصل بتبقى اقل جدا. فاهم حاجه ان احنا نغسل الجرح كويس 15 دقيقه بالميه والصابون. بعد ما نغسل الجرح بقى نفكر بقى في الحيوان اللي عضني ده. الحيوان ده عنده سعار ولا لا؟ طب انا هعرف منين؟ ما ظهرش عليه اعراض، ما عندوش اعراض سعار. بس للاسف الحيوان ممكن يكون معدي ليك قبل ما الاعراض تظهر ب5 ايام. يعني الحيوان شكله من بره سليم ولسه الاعراض هتظهر عليه بعد 5 ايام، بس هو ممكن يكون معدي ليك دلوقتي خلال فتره ال5 ايام دول لحد الاعراض ما تظهر وبعد الاعراض ما تظهر. فانا مش هستنى بقى الفيروس خطير فيها موتة. احنا احتياطي بنروح المستشفى ناخد المصل، والمصل ده في منه نوعين. في حاجه اسمها اميونوجلوبين، دي اجسام مناعيه جاهزه بتتحقن حوالين مكان العضه، بتبقى اجسام جاهزه انها تهاجم الفيروس على طول وتمنع وصوله للاعصاب. وفي الفاكسين ده هو عباره عن الفيروس مموتينه وبنديه للجسم، يقوم الجسم ينتبه ان في فيروس هنا، يبتدي يكون هو الاجسام المناعيه. يعني الاجسام المناعيه اللي احنا بنحقنها حوالين الجرح دي اجسام جاهزه بتهاجم على طول الفيروس. لكن التحصين اللي بناخده على جرعات عشان ينبه الجسم ان هو يكون هو كمان اجسام مناعيه تهاجم الفيروس. بناخد اللقاح ده عند اليوم 0 و3 و7 و14 و28. اليوم 0 اللي هو اليوم الاول واليوم الثالث واليوم السابع واليوم ال14 واليوم ال28. والمصل ده لو اخدت جرعاته كامله بيديك وقايه لمده سنه. يعني انت لو اتعضيت تاني خلال السنه دي انت في امان حتى لو الحيوان عنده سعار. المهم بس تروح تاخد كمان جرعات تنشيطيه، تاخد جرعه عند اليوم 0 واليوم الثالث عشان نفكر الجسم بس يزود الاجسام المناعيه. طب غسلنا الجرح كويس بالميه والصابون وشفنا الحلقه بتاعت الدكتور شريف ورحنا جري المستشفى اخدنا التطعيم بتاع اليوم 0، نرجع البيت نعمل ايه بقى؟ نراقب الحيوان ده. لو بايدينا ان احنا نراقبه ونستنى 10 ايام. ال10 ايام دي هتكون انت اخدت الجرعه بتاعت اليوم الثالث واليوم السابع ولسه بتراقب الحيوان بتاعك. لو عدى ال10 ايام ولسه ما ظهرش اعراض على الحيوان يبقى الحيوان ده ما كانش معدي ساعه ما عضك، اللعاب بتاعه ما كانش فيه الفيروس، فانت كده تطمن بزياده بقى. ممكن ما تكملش الجرعات على فكره، بس انا اقول لك كملها احسن، هي كده كده هتديك وقايه ومفيش منها ضرر. بس هل ده معناه ان الحيوان بتاعي ما عندوش سعار؟ لا، احنا لسه قايلين في الحلقه اللي فاتت السعار ممكن يظهر بعد شهور من العضه على حسب مكان العضه فين. فانا احتياطا برضو لما الحيوان بتاعي يتعض نروح نديله مصل السعار. ويا ريت لو نطعم الحيوانات بتاعتنا بشكل سنوي مصل السعار، نبقى ضامنين ان لو حيوان تاني مصاب عضه الحيوان بتاعي مش هيجي له المرض. وفي حاله ان حيوان تاني عضه بنروح نديله جرعه تنشيطيه من مصل السعار زي ما بنتعامل مع نفسنا بالظبط. مرض السعار مرض قاتل وخطير بيموت كل سنه تقريبا 60,000 بني ادم، سواء من عضه كلب او قطه او اي حيوان تاني، او سواء ان المرض انتقل عن طريق غير العضه زي ما شرحنا الحلقه اللي فاتت. لازم نهتم، لازم نفهم اكتر عن المرض، وانتظروني في الحلقه الجايه هنتكلم عن مرض تاني خطير بنسمعه في حياتنا كتير وناس كتير مش عارفه ايه المرض ده وممكن يجي ازاي. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه بشكل بسيط. كان معاكم الدكتور شريف في برنامج عياده الدكتور البيطريه.